تخيل انك بتشيل حاجه تقيله لوحدك، صعبه مش كده؟ بس لو حد ساعدك الموضوع هيبقى اسهل. نفس الفكره بالظبط في البيزنس، انت بتحتاج ناس تساعدك عشان تكبر اسرع. والكي بارتنرز هو ثامن عنصر من العناصر الموجوده في البي ام سي اللي اتكلمنا عليها قبل كده في 7 فيديوهات. لو ما اتفرجتش عليهم ارجع بص عليهم عشان تفهم كل اللي جاي. بص خلينا نخش في المفيد. شريكك ممكن يكون المورد اللي بيوفر لك المنتجات، او حد شركه الشحن اللي توصل لك الحاجه، او حتى ممكن اللي يكون بيسوق لك المنتجات دي اصلا. كل دول بيعتبروا شركاء ولازم تكتبهم جوه البيزنس موديل. تتوقع ليه شركات بتحتاج انها تعمل شراكات اصلا؟ اول حاجه تكاليفك هتقل جدا. تعال نضرب مثال. مثلا فانت لو عندك طلبات وبتحتاج توصلها للعملاء، فانت بتحتاج شريك في الشحن يساعدك انك تشحن اوردرات بكميات كبيره جدا باسعار ارخص من العادي. هنا بيبقى وين وين سيتويشن. تاني حاجه انت بتعمل شراكات عشان تعمل كاستمر اكوزيشن او استحواذ على عملاء جداد. لما بتعمل ديل مع بيزنس تاني فبتقدر تخترق السوق وتقدر تتعامل مع العملاء اللي بيتعامل مع البيزنس اللي انت عملت معاه الديل. وثالث حاجه عشان تطور الخدمه او المنتج بتاعك. يعني مثلا شركات التليفونات بتروح تتعاقد مع جوجل عشان تاخد ابديتس على طول او تحديثات جديده للتليفونات عندها. كده انت عرفت ليه احنا بنحتاج شراكات. بس تعالى بقى اقول لك ايه انواع الشراكات دي. اول نوع مثلا زي الموردين او السبلايرز. لو انت شركه ملابس مثلا فانت بتحتاج مكان يورد لك القماش، وغالبا هنا بيبقوا التجار بتاع القماش، فده بيعتبر شريك ليك. وثاني نوع هو التوزيع والتسويق. انك مثلا ممكن تجيب انفلونسر يبقى شريك ليك عشان يعمل لك اعلانات دايما على المنتجات بتاعتك. وثالث نوع هو الاستراتيجيك بارتنر او مثلا الشراكات الاستراتيجيه. ده بيبقى حل عشان تخلق قيمه جديده من منتج انت بتاخده من الشركتين. زي مثلا انت بتاخد خصومات من اوبر لو انت معاك بطاقه رقميه بروفايدد باي فيزا. ورابع نوع هو التحالفات مع المنافسين، وده بيبقى صعب شويه وما بيحصلش كتير. عشان كده ما تفتكرش ان اي بيزنس بيقدر ينجح لوحده من غير شراكات. فكر معايا بقى وقول لي مين الشريك اللي انت محتاجه في البيزنس بتاعك عشان يكبر اسرع. وبكده نكون خلصنا 8 عنصر من سلسله البي ام سي، وبقى عنصر واحد بس وكده نبقى خلصنا السلسله. ما تنسوش تعملوا لي فولو لاني دايما هديك معلومات في البيزنس سريعه جدا.